تحياتي واهلا بكم من بعد ليله تاريخيه مليئه بالفرح ومليئه بالمشاعر. ليله صنعنا فيها تاريخ العرب بالوصول لربع نهائي كاس العالم من بعد ما صنعنا تاريخ افريقيا والعرب في 86. ها احنا في 2022 كنصنعوا تاريخ العرب، وان شاء الله غادي نستمروا بصناعه التاريخ ونمشيو لنصف النهائي ويكون اول منتخب عربي افريقي في نصف نهائي كاس العالم. لكن السؤال المطروح هو شنو دار الركراكي وشنو داروا اللاعبين باش يحققوا هذا الانجاز التاريخي. هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في هذه الحلقه، لكن قبل وكيف العاده ضروري انكم تابونوا في القناه، تضغطوا على جيم، ويلا نبداو ونشوفوا شنو دار الركراكي واللاعبين على ارض الميدان باش نحققوا الانجاز. اهلا بكم من جديد في تشريح وفهم الملحمه. كيف سميتها انا؟ ماشي مباراه في كره القدم بل ملحمه للتاريخ. قلت خاصها تجرافا في سيدي وتحط في اكاديميات اسبانيا، تحط في لاماسيا وفي الكاستيا، تحط في الكورفيناتشو في الطاليان، وتحط في كليرفونتين في فرنسا باش يقراو عليها ويدرسوا ملحمات كيفاش تبقى مركز 120 دقيقه، وكيفاش تخلي اللاعبين ديالك واقفين 120 دقيقه، وكيفاش تربح وتتاهل من ماتش كنتي فيه انت هو الطرف الاضعف على الورق. هادشي اللي داروا الركراكي خلق ملحمه. الركراكي واللاعبين داروا ملحمه للتاريخ. هاد الملحمه كيفاش تتعامل معها الركراكي تتعامل معها ببساطه، والسر كاين في البساطه. السر كاين في انك ما تعقدش الامور بزاف. الركراكي كان عارف على ان غادي يواجه منتخب اسباني كيمتلك الكره، كان عارف على ان غادي يواجه منتخب اسباني كيلعب على العمق، كان عارف على ان غادي يواجه منتخب اسباني كيلعب على انصاف المساحات وكيلعب ما بين الخطوط. فشنو اللي دار؟ فقط وقف الخطوط ديالو بطريقه اللي تقتل هاد انصاف المساحات وتقتل هاد ما بين الخطوط. فاللي دار هو انه نزل بلوك ميديوم كما كان قدام كرواتيا وقدام بلجيكا، لكن هاد المره بخطوط متقاربه، وكنا كنشوفوا ما بين اخر مدافع اللي هو سايس واول مدافع اللي هو نصيري كاينه مسافه ديال 20 متر. هنا بهذه الطريقه تقتلت ديك ما بين الخطوط، اللي كان كيحاول يستغلها اسينسيو، واللي الفكره ديال انريكي هي ان اسينسيو يلعب ما بين الخطوط ويطلب الكره في العمق. بهذه الطريقه قتلناها، وايضا بتواجد جوج ديال الخطوط اللي كل واحد فيه 4 اللاعبين قدرنا نقتلوا انصاف المساحات. وملي كتقتل انصاف المساحات كنتي كتفرض على لاعبين اسبانيا لا غافي لا بيدري لا فيران توريس ولا ايضا اولمو، كنتي كتفرض عليهم باش يخرجوا الاطراف باش يستقبلوا الكره. وملي كتخرج للاطراف شنو كيوقع؟ كتلقاك في مواجهه مع احد افضل اللاعبين ديالنا وصناع هذه الملحمه، يا مع نصير مزراوي يا مع حكيمي. وعلى الطرف حنا كنعرفوا دائما انت كمدافع كيكون معك مدافع ثاني اللي كيعاونك، هو خط التماس. وبهذه الطريقه قدرنا نوقفوا اسبانيا، وقدر الركراكي يقتل اهم اسلحه اسبانيا في الهجوم، وخلى الاستحواذ ديالهم يكون استحواذ سلبي، حتى ان معدل الاهداف المتوقعه في هذا الماتش ديال المنتخبين المغربي تعدات معدل الاهداف المتوقعه ديال منتخب اسبانيا، نظرا لاننا قتلناهم وضربناهم بالمرتدات. رغم ان الارتداد الهجومي ما كانش سريع، ما كانش بالسرعه اللي خاصو يكون بها، لكن كان فعال وكان دائما كيوصلنا للمرمى ديال اسبانيا. فقط غابت علينا اللمسه الاخيره. تكتيك الركراكي كان ناجح، لكن شنو اللي نجح تكتيك الركراكي؟ اللي نجح تكتيك الركراكي هو اللاعبين على ارض الميدان. اللاعبين اللي لا هضرت عليهم واحد بواحد ما غاديش نكفيهم حقهم، فغادي نهضر فقط على بعض اللاعبين على بعض المراكز ونعطي الارقام ديالهم، الداتا ديالهم، وشنو داروا في هذا الماتش. ونبدا باشرف حكيمي. اشرف حكيمي قاص في هذا الماتش 73 كره. اشرف حكيمي ربح 8 ديال الكرات. اشرف حكيمي ربح 6 ديال الثنائيات. اشرف حكيمي وصل 4 ديال الكرات للثلث الاخير من الملعب. واشرف حكيمي دار 3 ديال العرضيات، وايضا بعد الكره 3 ديال المره من الدفاع بالاضافه للاعتراض. ارقام اللي كبيره بزاف. اللاعب اللي كنعرفوا الدور الهجومي ديالو كيطغى على الدور الدفاعي، لكن اشرف حكيمي في هذا الماتش كان حاضر دفاعيا وكان مثال اللاعب الظهير الايمن المثالي ديال 2022. وبلا ما نساو على ان اشرف حكيمي ختم هذا الماتش ببانينكا اللي كتدل على التركيز ديالو 120 دقيقه، والتركيز ديالو اللي استمر 100% حتى لاخر دقيقه، حتى لاخر ضربه الجزاء، حتى لاخر كره اللي كان كيلمسها هو اشرف حكيمي. ومن اشرف حكيمي نمشيو لنصير
مزراوي. نصير مزراوي اللي حتى هو كان الاداء ديالو خرافي دفاعيا. نصير مزراوي شتت الكره 5 المرات. نصير مزراوي ربح 4 من اصل 5 ديال الثنائيات اللي دخل فيهم، تاكلات 3 ديال المرات، وكانت عنده تسديده على المرمى رغم انه مدافع ظهير ايسر. وبما انني هضرت على التاكلات فغادي نوريكم هذه الاحصائيه اللي كيبان فيها على ان لاعبي المغرب هما الاعلى تاكلينغ في هذا الماتش، هما اللي قاموا باكبر عدد من التاكلينغ في هذا الماتش. فكيف كتشوفوا سفيان امرابط كان عنده الريكور ب4 ديال لي تاكل، موراه عز الدين اناحي، موراه نصير مزراوي، وموراه الزلزولي اللي دخل فقط كاحتياطي بجوج ديال لي تاكل. يعني دفاعيا كنا في الهاي بيرفورمانس ديالنا، كنا يمكن كنلعبوا مباراه العمر قدام اسبانيا. وبما اننا كنهضروا على التاكلينغ وقلنا على ان سفيان امرابط هو اكثر لاعب قام بالتاكلينغ في هذا الماتش، فخاصنا نهضروا على سفيان امرابط، خاصنا نهضروا على احسن لاعب ارتكاز في كاس العالم الى حدود الساعه. سفيان امرابط اللي ربح كل الالتحامات اللي دخل فيها، واللي كانت سبعه ديال الالتحامات دخل فيها كانت كامله ناجحه. سفيان امرابط اللي رجع لنا 9 ديال الكواري. سفيان امرابط اللي تدارت عليه 3 ديال الاخطاء، والغريب هو انه ما دار حتى شي خطا. هذه المعلومه ذكرتها البارح، قلت على ان سفيان امرابط ما دار حتى شي خطا، وما يمكنش لاعب ارتكاز يخرج 120 دقيقه بلا ما يدير حتى خطا. جاوب بعض الناس وقالوا لي على انه كانت عنده واحد الكرات اللي خطا فيها ومررها بشكل خاطئ. كنقصد انا خطا، كنقصد على لاعبي الخصم، كنقصد على انه ما دارش شي فوت، ماشي دار واحد البال مشات له ديشي مرر واحد التمريره خاطئه، لا كنقصد على انه ما دار حتى شي خطا على لاعبي الخصم. وهذه شي حاجه اللي كبيره سفيان امرابط كيبين فيها على انه مركز ماشي فقط في الماتش، بل مركز في اللاوعي ديالو على البطاقه الصفراء اللي عنده، وخايف وما باغيش يرتكب خطا اللي يجيب له بطاقه صفراء ثانيه اللي تغيبوا على المنتخب في هذه الرحله ديالو، الرحله اللي كنتمناوها تمشي حتى للنهائي ان شاء الله. وباش ما نبقاش كنهضر على الارقام ديال اللاعبين غير الدفاعيين، غادي نهضر حتى على الهجوميين ربما غادي نهضروا فقط على شوط اول ديال سفيان بوفال، اللي رغم انه ما كانش فعال بالنسبه لبعض الناس، لكن سفيان بوفال خلى البصمه ديالو في هذا الماتش. سفيان بوفال اكثر لاعب قام بالمراوغات قدام اسبانيا رغم انه ما شاركش ل 90 دقيقه. سفيان بوفال راوغ يورينتي الظهير الايمن اللي كان ديال اسبانيا 3 ديال المرات، وهذا ريكور كيوقع في الشوط. ما عمر شي ظهير تراوغ 3 ديال المرات فقط في الشوط الاول حتى دارها بوفال في يورينتي. فمباراه كانت كبيره، ماتش عظيم وملحمه كانت لكل اللاعبين على ارض الميدان، واللي خلاتنا نمشيو لربع النهائي باش نقابلوا البرتغال. بزاف ديال الناس كتقول واش قادرين نهزموا البرتغال، غادي نجي ونجاوب مره جديده وغادي نقول حنا كننتصروا حاليا ربما بالدفاع ديالنا اكثر من الهجوم، والبرتغال والسر في الربح ديال البرتغال هو ان شاء الله العوده ديال احسن دفاع حتى لدابا في كاس العالم، الدفاع اللي دخل عليه فقط هدف بنيران صديقه، وكنقصد هنا اجرد وايضا سايس. هذا الثنائي الى تعافى وتشافى ورجع وكان واجد باش يلعب معنا 90 دقيقه ديال البرتغال، فكنقول لكم على اننا ان شاء الله في نصف النهايه. حتى لهنا غادي نكون سايس معكم هذه الحلقه اللي هضرنا فيها شويه على شنو كان وشنو درنا باش حققنا الملحمه قدام اسبانيا، حتى الملحمه جديده ان شاء الله تكون قدام البرتغال. غادي نقول لكم تابوناو في القناه، ضغطوا على جيم وتهلاو في راسكم.